السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في القناة ديالي. اليوم جبت لكم قصة جديدة، قصة وقعت لواحد السيدة. هاد السيدة سميتها ليلى، عندها 28 عام، عايشة مع راجلها كريم وعندهم وليد صغير آدم عنده 9 شهور. ليلى عندها أيضا عجوزتها فاطمة ولوستاغ راجلها الكبيرة نادية. واحد النهار وقع واحد الموقف ثايب بين ليلى وعجوزتها، وهذا الشيء اللي خلى المواجهة تبدا بيناتهم. تبعوا معايا القصة باش تفهموا التفاصيل. ليلى هي وراجلها كريم وولدهم آدم عايشين في دار بوحدهم بخير وعلى خير، عايشين حياة هادئة. ليلى ديما كتحضر مع عائلة راجلها، ولكن عجوزتها ما كانش سهلة بزاف، حيت بعض المرات كتعطيها شي هضور اللي كتخلق شوية ديال الحساسية بينها وبين مرت ولدها ليلى. عجوزتها عايشة مع بنتها نادية في الدار بوحدهم. نازية اللي قلنا هي أخت الكبيرة ديال كريم، كتبغي تدافع شي مرات على الأم ديالها، خصوصا ملي تيكون بحال شي خلاف أولا شي نقاش. واحد النهار جات عجوز ليلى للدار تشوفهم، حيت توحشات الحفيد ديالها آدم وبغات تشوفو تضحك معاه وتلاقى معاه شوية. إوا دخلت للدار: كي دايرة بنيتي، لاباس عليك؟ كي داير ولدي كريم؟ جاوبتها: ولدك خالتي كاين في الخدمة باقي ما جاش. جاوبتها عجوزتها: في الخدمة، اي والله يعاونو مسيكين. وفينا هو الفنيكيش ديالي آدم؟ ها هو خالتي في بيتو، زيدي تشوفيه. ويتك على العصفور ديالي آدم. ضحكات معاه ولعبات معاه حتى جات له وخيته اللي غيبدل فيها الحفاضة ديالو، كما تنقولوا حنا ليكوش. فاطمة قالت لمرت ولدها: بنيتي غنبدليه انايا، غير خليك انتي مع الشقة ديالك، عرفتك ما مسارياش. قالت ليها ليلى: واخا خالتي الله يحفظك. نوضت فاطمة كتبدل الولد الحفاضة ديالته. ملي كانت كتبدل، سمعتها ليلى كتقول: باين عليك ملي غادي تكبر غدوخ البنات كاملين، من دابا باين فيك العربون، ما غتخلي حتى بنت فحالها. ليلى سمعات هاد الهضرة وما عجبهاش الحال، دخلت على عجوزتها وحاولت تهضر معاها بالخاطر: خالتي واخا تسمحي ليا، ولكن عافاك ما تبقيش تقولي بحال هاد الهضرة لولدي، راني سمعت اش قلتي ليه. العكوزة ما عجبهاش الحال، وهي تقول ليها: واش حتى الضحك ما تيعجبكش؟ راه غير كنت كنضحك معاه. خالتي انتي ما تضحكيش معاه كاع. ايوا راه ولد ولدي هذا، وانا ماشي برانيه باش تقولي لي ما نضحكش معاه كاع. خالتي راه انتي ما كتعرفيش تضحكي، وداك الضحك ديالك سير ضحكي به مع عيالات بحالك، ما تضحكيش مع ولدي ديك الطريقه. ايوا 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 شتك بحال طوال لك اللسان، راني مرا كبيره وخاصك تحترميني. هير بلاتي عليك تيجي ولدي ونعاود ليه على فعايلك. وهي تخرج ورتخات بالباب. اليوم الغد ليه كريم جا واحد الميساج طويل في الواتساب من عند ختو نادية، كتقول ليه بلي ليلى ما احترماتش الام ديالهم وزادت فيه بزاف، امك عندها 65 عام وماشي معقول تعامل معاها بهذه الطريقه، وإلا بقى هذا الشيء انا غنجي عندكم حتى للدار باش نعاود ليها الترابي. كريم تصدم بزاف من الطريقه اللي هضرات بها اختو، وعيط لمرتو ليلى وسولها شنو وقع. ليلى عاودت ليه كلشي بالتفاصيل. كريم فهم باللي الغلط جاي من عند الأم ديالو، وقرر أنه يمشي عندهم للدار وما يبقاش ساكت على هاد الشي. إيوا كريم مشى عند الأم ديالو، كانت اختو حتى هي في الدار. دخل عليه وهو معصب وقال: نعدية، شنو هاد الشي صيفطي، وباش من حق دوي على مرتي بهاد الطريقة؟ جاوباتو: حيت مرتك كريم ما كتحترمش امي. جاوبها: مرتي ما قالت حتى حاجه فيها عيب، غير طلبات منها تحترم ولدي. العجوزه تدخلت: ولدي انا غير كنت كنضحك. كريم جاوبها: الضحك حتى هو فيه الحدود، ادم باقي ولد صغير، باقي ما تعرف حتى يهضر، وانت كتضحكي معاه بهذا الاسلوب. ايوا بقاو عطيني نعطيك عطيني نعطيك حتى الاخر. وقال لهم كريم: ليلى ماشي غير مراتي، هي الام ديال ولدي وخاصها تحترم هي وولدي. وخرجوا سد الباب. العجوزه فاطمه بقات ساكته شويه وجاتها البكيه وبدات كتفكر في هضرته، وبنتها ناديه تتونس فيها. صافا امي ما يكون غير الخير. جاوبتها: عنده الصحة بنيتي، انا تنزرف في الهضره وما كنفكرش واش هضرتي غادي تقلق ليلى ولا لا.
جاوبتها نادية: حتى أنا أمي دغيا كانت تعصب وما تنفكرش بعقلي. وفي الأخير فاطمة هي وبنتها فهموا بلي الأمور خرجت على السيطرة، واعترفوا ليلى بالغلط ديالهم وطلبوا منها السماحة. وليلى بطبيعة الحال قبلت بالاعتذار ديالهم، ومع الوقت بدات العلاقة تتحسن بيناتهم شوية بشوية. ومن هنا تنفهموا باللي التدخل ديال كريم والدفاع على مرتو بطريقة واضحة ومحترمة خلاتهم يفهموا باللي ليلى ما كانتش باغا المشاكل، كانت باغا دير غير الاحترام ليها وولدها ودير الحدود. وهكذا زاد القصة ديالنا ديال اليوم. إلا عجبتكم هاد القصة ما تنسوش ديروا لايك الفيديو والاشتراك في القناة باش يوصلكم كل نهار قصص جديدة ومشوقة. وما تنسوش تكتبوا ليا في لي كومونتير واش ليلى كان عندها الصح ولا العبوزة كانت غير كضحك.